عشان يضيقوا على الناس اكتر ركبوا لهم عدادات في الحنفيات، عشان خاطر الدولة تاخد حقها من الناس اللي بتصرف المية وبتاخد المية، تركب عدادات على كل حنفية بتاع مية بتنزل مية تركب عدادات. دلوقتي في ماسورة بتضرب قد كده في الرهاوي، على مدخل الرهاوي، على كوبري الرهاوي، بقالها 3 ايام بتضرب قد كده مية مهدورة وبتنزلها للصرف. للأسف الشديد كل الجهات استعصت انها تعملها، ولا بتوع الميه جم ولا حلوا المشكله ولا غيروا الماسوره. مش عشان خاطر حتى الناس اللي بتغرق، لا، ده عشان خاطر الميه المهدوره. ده انا كل شهر بجيلي عشان حنفيه بفتحها، كل شهر بجيلي 500 و600. تخيل الماسوره دي بتضرب بقالها 3 ايام، ده بتخسر الدوله بتاعي يجي 7 8000 جنيه في اليومين دول. للاسف الشديد الساده المسؤولين عن الميه وعن المواسير الخرج راكبه في الرهاوي، الماسوره دي بقى لها 3 ايام بتضرب ومحدش معبرنا ولا حد سائل فينا ولا حد قادر ان هو هنعمل ايه؟ هنولع في نفسنا؟ ميه بتضرب مغرقه الشوارع، مغرقه موقف البلد بالكامل. للاسف لو مش عشان خاطرنا احنا فعشان خاطر الدوله وعشان خاطر المال العام. ساعدونا واقفلوها وصلحوها.